في سنة 1985 الحكومة الكولومبية بالتعاون مع أمريكا بدأوا يجهزوا ملفات لتسليم اسكوبار لمحاكمة فيدرالية في أمريكا، وده كان الكابوس الوحيد اللي بيرعب بابلو. تفتكر عمل إيه عشان يوقفهم؟ أي محامين هرب بره البلد؟ لا طبعا، ده بابلو اسكوبار. الراجل مول حركة تمرد مسلحة اسمها M19 وخلاهم يقتحموا المحكمة العليا الكولومبية شخصيا. المسلحين دخلوا قصر العدالة بالدبابات والأسلحة التقيلة وأخدوا 300 رهينة من ضمنهم قضاة المحكمة العليا نفسهم. والهدف الأساسي إيه من كل الرعب ده؟ إنهم يوصلوا لغرفة الأرشيف يحرقوا كل ملفات المجرمين ووثائق التسليم لأمريكا. اسكوبار حرفيا ولع في نظام العدالة بتاع الدولة كله عشان يمسح الهارد ديسك بتاع قضايا. من قصر العدالة المولع لقمة العبث الاستهلاكي، اسكوبار كان معاه فلوس كتيرة جدا لدرجة إنه ما كانش عارف يوديها فين، فقرر يبني حديقة حيوان خاصة بيه في قصر هاسيندا نابوليس. جاب طيارة شحن وهرب فيها أفيال وزرافات وحيوانات نادرة من أفريقيا، ومن ضمنهم 4 أفراد فرس نهر. لما اسكوبار مات الحكومة الكولومبية صدرت القصر والحيوانات وقدروا ينقلوا الأفيال والزرافات لحدائق حيوان تانية، بس أفراس النهر كانت ضخمة وشرسة جدا فكسلوا ينقلوهم وسابوهم في بحيرة القصر وقالوا مصيرهم يموت. بس الطبيعة كان ليها رأي تاني خالص. ال4 أفراس نهر دول هربوا للنهر الرئيسي ولقوا إن مناخ كولومبيا الاستوائي مثالي ومفيهوش أي حيوانات مفترسة تهددهم. ال4 بقوا 10 وال10 بقوا 50، ولحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي في أكتر من 150 فرس نهر بيعيشوا بحرية في أنهار كولومبيا. الحيوانات دي اتسمت عالميا بأفراس نهر الكوكايين. اسكوبار مات من 30 سنة بس ساب وراه أكبر قطيع لأفراس النهر خارج قارة أفريقيا في العالم. وحش بيئي بيهدد النظام الطبيعي لكولومبيا لحد النهاردة، لعنة حية ماشية على 4 رجول.